السلام عليكم. انا بقيتش استعمل البلان مود ايا كان. انا بستعمل مثلا كلود او كودكس او كيرو او ايا كان الادوات اللي بتكتب كودينج او بتكتب فايب كودينج او ايجنتك كودينج. بقيتش استعمل خلاص البلان مود. البلان مود باختصار، يعني الناس اللي ما تعرفش، البلان مود باختصار ان انت بتخش تقول للايجنت مثلا او كلود كود انا عايز اعمل تاسك معينه، تاسك ايه، والتاسك المعينه دي بتقول له بلانت، فهو الايجنت بيروح رايح في حاجه اسمها البلان مود وبيقعد يفكر 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 يفكر، وبعد كده بيكتب لك زي دوكيمنت، دوكيمنت مثلا، حلو. والدوكيمنت دي بيبقى فيها البلان، وبيسالك شويه اسئله، question 1 question 2 question 3، وبعد كده لما انت بتجاوب على الاسئله دي كلها بياخد البلان، بياخد الدوكيمنت دي كلها. ممكن نعمل كده، بياخد الدوكيمنت دي كلها وبعد كده بيروح رايح يكسكيوتها، يعمل لها اكسكيوت. طيب انا مشكلتي في البلان مود مؤخرا اللي البلان مود بقى، اولا البلاننج بشكل عام بياخد وقت كتير جدا. انا من الناس اللي بحب اكتب كود مثالي، وهقول لك ليه. يعني ممكن لما انت تبص على موضوع البلان مود ده تقول انا مش بعمل بلان مود فانا كده بكتب فايب كودينج اكتر او بعمل كود ملوش معنى او مش تيستبل وما الى ذلك، ولكن في واقع الامر انا مختلف تماما. اللي بيحصل مؤخرا، اللي دلوقتي زمان كان في مثلا كلود 3.7 مثلا وشات جي بي تي 4، وكان في لا مش شات جي كان في شات جي بي تي 4 او 3 او ايا كان، حلو. ال ال مودلز دي ما كانتش قويه كفايه، وكمان ما كانش عندها كونتكست كبير. يعني كان الكونتكست زمان كان حوالي 200,000 اعتقد، حلو. دلوقتي المودلز الجديده زي مثلا 4.7 او 4.6، عشان في ناس كتيره بتقول ان كلود 4.7 اغبى، ويعني انا كايندا ساعات بحس كده ساعات لا الصراحه، حلو. و5.5 او 5.4 بتاع اوبن اي اي وما الى ذلك. المودلز دي خارقه. معنى ان هي خارقه، معنى ان هي اولا عندها 1 مليون كونتكست باي ديفولت على ما انا فاهم، والمودلز دي بتعرف تبص على الايدج كيسز اللي انت بتتكلم معاها فيها لو انت عملت برومبت كويس. فانا دلوقتي مثلا في تدوين، يعني انا ممكن اكشلي اوريكم انا بكتب، يعني انا برن تدوين. التدوين ده ويب سايت معمول للجوب هانترز، بتحط الداتا بتاعتك ومن خلال الداتا دي بتعرف تطلع كاستمايز جوب بروفايلز وريزوميز. لو انت بتقدم على شغلانه مثلا تروح رايح هنا على الداشبورد، هو بس بيرن لوكالي، اوكي، وتيجي هنا تروح عامل جوب بروفايل، تقول له انا عايز اعمل جوب بروفايل، تدي له اللينك ويعمل لك جوب بروفايل كامل ويديك جوب فيت اناليسيز، ويخليك تعرف تنزلها از ريزمي وكلام لطيف جدا. طيب انا هنا انا عندي كذا مشكله انا كنت عايز احلها، تعالوا نبص عليها وتعالوا اوريكم انا هبرومت الاي اي ازاي وبدل ما بعمل البلان مود. فانا مثلا جيت على الريزميز، ممكن نبص على المشاكل مثلا، ليتس سي لو جيت على الريزمي ده، المشكله اللي بتواجهني اولا انا عايز اعمل حاجتين هنا. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الريفيو، الريفيو بيظهر على الشمال، انا عايزه يظهر على اليمين، وعايز الايديت مود يظهر على الشمال. الريفيو ده زي بيريفيو ريزمي بتاعك وبيقول لك ايه الحاجات اللي ناقصه وايه الحاجات اللي انت تعملها ابلاي وما الى ذلك. وتاني مشكله، ودي بقى مشكله قويه جدا، الا وهي لو انا عملت كاستمايز للريزمي، احنا بنديك فرصه ان انت تعمل كاستمايزيشن. مثلا لو انا خليته مثلا ليتس سي مودرن، وخليت مثلا الالوان ليتس سي ازرق، ماشي اوكي، لا عشان ما عملهاش ازرق خليها ازرق كلاسيك، خليها ازرق، او خليها مثلا ليتس سي برتقاني، اوكي خليها برتقاني. وبعدين رحت رايح عملت اي حاجه في الاي اي رايت، قلت له مثلا ايه، كونسايز سمري، فهو هيجي هنا هيكلم الايجنت بتاعنا وبعد كده هياخد شويه وقت ريدنج، وعملت ابلاي. اوكي لو انت لاحظت اللي حصل اللي هو عمل ريسيت للكاستمايزيشن. فانا دلوقتي بدل ما هقول له يبلان ممكن اقول له حاجه زي كده. تعالوا نفتح حتى، انا هنا عندي تيرمينال، تعالوا نروح رايحين على كلود نعمل، لا خليها كلود دينجرس مود عشان انا اي تراستد دينجرس، هو مش بيوتو كوركت ليه؟ اوكي ذاتس ات. واللي انا هقوله هنا، انا عندي مشكلتين وانا عارف الفايلز فين وانا عايز اتناقش معاه، مش عايز اقول له يحل المشكله على طول، انا هديله الكونتكست الكافي بالشكل اللي انا عايزه يحله بيها، وهقول له يديبج ازاي، وبعد كده هو هيسبون الايجنتس بتاعته ايا كان كلود كود او كودكس، وهيعرف من خلاله يفهم الكود، وهيعرف من خلاله يفول الستاندردز اللي انا اوريدي كاتبها له في الايجنتس دوت ام دي وما الى ذلك. فانا مثلا هقول له هنا ايه، in the مثلا in the resume page when we customize the resume theming, it gets changed, but when doing other changes like using agentic mode and applying changes, doing general edits, the customization، خلينا نكتبها صح بس مش مشكلة حتى لو كتبتها غلط، resets and
we lose it. I want you to اول حاجه check how it works. تاني حاجه fix the customization persistence. files to check. اول فايل مثلا الفايلز اللي انا عارف اللي هو هيتشيكها، انا عارف الفايلز فين عشان انا اوريدي كاتب الكود بشكل كبير، فانا عارف مثلا الفايلز دي موجوده جوه الداشبورد ريزميز الاي دي بتاعتك. حلو. وتاني حاجه انا عارف مثلا let's say كمان اوكي I think this is enough. لا هو كده ماشي. ممكن اقول له حاجه في الاخر spawn agents to help you out in this process and fix it accordingly. The output would be when changing anything customization persists in the session in the current user open disk. عايز كده. انا مش عايز اعملها باللوكال ستورج بس let's see. وكل اللي انا هعمله ان انا هدوس انتر، وبدل ما انا اعمل البلان مود اللي هو هيكتب لي دوكيمنت وهيعمل لي مش عارف ايه، انا اوريدي اي بلاند ات وذ هيم. انا عايز السوليوشن ده. حتى لو انت فكرت مثلا لغايه ما هو يخلص، تعالى نرجع تاني. حتى لو انت فكرت اللي ممكن يبقى فيه حلول او مثلا ليتس سي ممكن يبقى فيه مثلا هيوج فيتشر كبيره قوي. حلو. الفيتشر دي مثلا فيتشر اسمها فيتشر ايه. بدل ما انا بعمل بلان مود، انا اكشلي ممكن اقول له كالاتي سبون ريسيرش ايجنت. حلو. والريسيرش ايجنت ايه مثلا لما يخلص رجع لي بالريزلتس I read it، هقراها I read it and then I'll tell you what to do، وهقول لك في الاخر اعمل X او Y او Z. حلو. وبالتالي انا ببقى ان كنترول في اللوب كلها. الفكره في البلان مود او مشكلتي مع البلان مود الاساسيه اللي هو بيخش في سايكل وبيكتب دوكيمنت، وبعدين في الاخر انت كمان بتكلير الكونتكست عشان في الاخر تكسكيوت الدوكيمنت دي. مش بيمشي بالطريقه اللي انا عايز امشي بيها، وبيضيع لي كونتكست، وفي نفس الوقت كمان بيضيع لي وقت كتير جدا. البلان مود باي ديفينيشن بياخد وقت عملاق. حلو. فتعالوا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الاوتبوت ده ونشوف الريزلت. وهنا زي ما انتم شايفين هو بدا يعمل ايجنتس، والايجنتس دي بتكسكيوت السيرش وبتحاول تفهم الكود وكل اللي البلان مود بيعمله، بس اي هاف كنترول. طيب هو دلوقتي خلص. انا اكشلي يعني لما خلص اتكلمت معاه شويه، كان في شويه تعديل عايز اعمله عشان هو ما عملوش صح في الاول، وهي دي البروسيس. يعني انا في الاول مثلا هو قاعد يعمل سب ايجنتس، هو افترض في الاول اللي هي ليها علاقه بالستورج كي which is correct، عملها صح في الاول. وبعد كده انا في الاخر قلت له اللي انت محتاج تسمبليفاي اكتر والبروبلم ممكن تكون موجوده. وبعد كده هو بص زياده لقى الباج اكشلي موجوده في اليوز ستيت بتاعه الكستمايزيشن. حلو. فقعد يتريت، قعدت اتريت معاه مره او مرتين، وبعد كده ناو ذا فيكسز ابلايد الكستمايزيشن اوبشنز، جه هنا حط عمل لها ريف عشان هو يعني الفكره في الريزمي كله اللي هو عباره عن لايرز كتير قوي بيتكلم بعض، وفي شويه ريفs بيتكلم بعض. فهو عمل ريف غالبا وعمل لها اكشن بيهندل الريف ده وخلاص ذاتس ات. وعمل يوز افكت بتهندل الكستمايزيشن ريف وبيعمل لها سيت اسايننج ليها وما الى ذلك وذاتس ات. فانا دلوقتي لو انا مثلا جيت هنا عايز اتست التشينج ده، هاجي هنا مثلا اقول له كستمايزيشن. انا كنت اوريدي عملت تيست، بس ممكن مثلا اغير ده اخليه اليجنت، واخلي مثلا الكولر بتاعه ليتس سي مثلا ايميرالد مثلا، واخلي كمان الفونتس. انا بحب الفونت اللي هو اللي انا بحب نوعا ما الاريا او ممكن الروبوت روبوت سلاب لطيف. حلو. بعد كده مثلا ليتس سي انا عايز تستعمل كذا حته. لو انا غيرت الريزومي كله من هنا عملت كده، شال السمري، ضفت السمري ما غيرش حاجه. ليتس سي مثلا عايزين نضيف سكيل، لسه مثلا عايزين نشيل السكيلز كلها. بيرفكت، شغال مثالي. وانا جيت على اي قلت له مثلا ليتس ايه modify my first experience to be better written. تعال نشوف اللي هيحصل ايه. هيجي هنا يعملها بشكل احسن ولا لا. هيقول لك تمام ابلاي. اوكي، عملها تعديل ولسه الكستمايزيشن لسه موجود زي ما هو. وبالتالي هي يعني انا البروسيس بتاعتي بقت بتمشي اكتر من حيث اللي انا بقول له ابدا بتاسك معينه. حلو. حتى لو هو احيانا يعني انا مثلا في التاسك دي هو ما عملهاش بشكل كامل، وبعد كده بعد ما بيخلص بخليه يعرف يمشي في الايتريشنز واحده واحده ويخلص، وده بالنسبه لي بيديني اوتبوتس احسن بكتير. وبس.
والقاكم في الفيديوهات القادمه. وده كان فيديو خفيف لطيف. جربوا تدوين لو انتوا بتعملوا كاستمايز ريزوميز، عايزين تعملوا كاستمايزيشن او جوب بروفايلز مبنيه على كل جوبايه، ممكن تعرف تعمل الكلام ده كله. وكمان في تدوين تعرف تعمل حاجات زي المي بيج مثلا، انت تعرف تيجي على المي بيج تعمل يور اون بيرسونال ويب سايت، وتعرف تحط الداتا اللي انت عايزها فيه، تعمل لها اديت، تغير الستايلز بتاعتها، تغير الالوان، تغير كل حاجه، حتى تخلي الاي اي يعمل لك كاستمايزيشن لكل حاجه فيها. فبس والقاكم في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.